الناس غضبت للمشهد اللي طبعا خرج بيه للعالم كله. فنان ليك محبينك، ليك شعبيتك، ليك شباب كتير متابعينك وبيحبوك وبيقلدوك. ازاي حضرتك تقبل تطلع بالشكل ده وانت متأكد مليون الألف ان فيه شباب كتير جدا هيطلع يقلدك؟ هتقبل المشهد ده تشوفه حضرتك على شباب بلدك اللي بيحبك؟ اهلا بكم معانا تقرير جديد من جوه الحدث. الفترة الحالية او ترند اليوم الممثل محمد رمضان. دايما يقول لك انا نمبر 1، انا ثقة في الله. كلام ده كلته اهلا وسهلا بيك، ولكن النهارده اما اكون نمبر 1 لازم اكون نمبر 1 في اي حاجة ايجابية، لكن سلبية هتدي معايا نتائج بجد عكسية. النهاردة نمبر 1 قال لك انا رايح احيي حفلة في مهرجان كبير جدا في امريكا، وناوي ان شاء الله صوتي هيوصل للعالم كله واتكلم عن بلدنا وعن وقضيتنا وكلام ما شاء الله. خلانا جميعا منتظرين المفاجأة اللي هيطلع بيها نمبر 1. فوجئنا تاني يوم بعد ما نزل بالبوست ده على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بيه، فوجئنا بالمفاجأة اللي حضراتكم شايفينها دي. معقولة دي المفاجأة اللي كان محضرها لنا نمبر 1 اطلع باللبس ده؟ مما اثار غضب عدد كبير من الاعلام، عدد كبير من الصحافة، عدد كبير من الناس اللي على السوشيال ميديا، عدد كبير من الشعب. الناس غضبت للمشهد اللي طبعا خرج بيه للعالم كله. انا عايز اتكلم في جزئية هامة جدا. كل الناس اعترضت، وناس بدأت تكتب، وناس بدأت تعلق. مفيش اي ردود نهائيا من نمبر 1 على الناس دي، ما عدا جهة اخرى هو اللي رد عليها. انا عايز افهم حاجة، هل يا نمبر 1 حضرتك فنان ليك محبينك، ليك شعبيتك، ليك شباب كتير متابعينك وبيحبوك وبيقلدوك؟ ازاي حضرتك تقبل تطلع بالشكل ده وانت متأكد مليون الألف ان فيه شباب كتير جدا هيطلع يقلدك؟ هتقبل المشهد ده تشوفه حضرتك على شباب بلدك اللي بيحبك؟ اللبس اللي حضرتك خارج بيه ده لما حضرتك رديت بيه على جهة معينة بتوضح ليهم ان اللبس ده لبس فراعنة، وبتأكد لهم الكلام ده. ممكن يكون لبس فراعنة، انا معاك، ولكن ده لبس حريم فراعنة وليس لبس رجالة فراعنة. المشكلة الكبيرة حضرتك خرجت باللبس ده، كان المفروض عليك ملكش دخل بعلم مصر
يدخل معاك في المشهد ده. ما كانش المفروض الخلفية يبقى فيها الأهرامات. لما اجي اتكلم ان الفراعنة كانت بتلبس اللبس ده، اتحدى حضرتك لو الكلام ده دقيق وصح، عمر الفراعنة ما عمرهم كانوا لا هيبنوا هرم ولا هيبنوا معبد ولا حتى هيقدروا يعملوا عشة فراخ. حاجات كتيرة جدا أثارت غضب الشباب، والشارع المصري النهاردة غاضب جدا على إن حضرتك فنان. كل الناس بتحبك وكل الناس، يمكن مدفع رمضان وصل لكل البيوت، ما يعديش شهر واحد تغضب الناس اللي كانت ملفوفة حواليك. فين الفنيات دي؟ النهاردة بنقول اللي صممت اللبس ده صممت اللبس ده وقالت لك اللبس ده وعملت موضوع كبير عليه. فين يا فندم رؤيتك؟ فين حضرتك ثقافتنا ان انا اقول اللبس ده مناسب ليا او اللبس ده غير مناسب ليا؟ اللبس ده ممكن الشباب يقلدوني فيه ودي تبقى كارثة. لا، انا غير راضي عن اللبس ده. انا شايف يا جماعة قلة من مجتمعنا النهاردة، الناس اللي بتقول احنا بنوصل رسالة، احنا بنوصل توعية. وللأسف والله ناس كتير من دول هي اللي محتاجة بجد توعية. أرجوكم أهالينا، هذا الشعب العظيم، شبابنا، بناتنا، سيداتنا، اللي حصل ده بعيد كل البعد عنا وعن تقاليدنا وعن مبادئنا كمصريين. ولكن ما حدث من الفنان نمبر 1 بعيد كل البعد عن مبادئنا وعن تقاليدنا. ده كانت رسالة وتوعية نازل بيها لكل أهالينا، وكلامي بالأصول، وبوجهه لأهالينا وللناس اللي بيقولوا احنا بنوصل رسالة، ولكل أهل الأصول. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم.